بداو كيخرجوا وكيلاحظوا كيفاش الامور كتمشي في المحيط ديال السجن، شحال من حارس كاين وشحال من كاميرات المراقبه كاينه. من بعد هذه الملاحظه لقاو باللي ماشي ساهل الواحد يهرب من الحبس ديال ولايه انديانا، حيت غير الحيط اللي داير به فيه 10 متر في الطول، والفوق ديال الحيط فيه دوك السلوكه اللي ماضيين زائد الكلاب وابراج المراقبه اللي فيها القناصه اللي ما غيترددوش يتيريو فيك الا حاولت تطلع في الحيط اللي كيفصل الحبس مع الشارع. وهنا مارك ولانس قرروا باللي الهربه ما غتكونش من الباب او لا من فوق الحيط، وانما كان القرار اللي اتخذوه هو يهربوا من تحت الحبس. المساجين عاده كيكونوا كيخدموا في الاعمال، وحيت كاينين انفاق مره كيخدم فيهم مارك ولانس كيديروا اصلاحات، ولكن كان تيكون معهم واحد الحارس ديما لاصقهم على الظل ديالهم، مستحيل يبعد منهم ولا بدقيقه واحده. كانت في دوك الانفاق واحد القبه اللي ديجا هربوا من